أهلا بكم في حلقة جديدة من أتمتة بالعربي، أو هنسميها فلو بالعربي، من صفحة فلوتوميشن تعلم الأتمتة بالعربي. خلينا نعمل ريفيو كده على أول كورس بنعمله. إحنا كل يوم بندي درس بسيط ونزود حتة في الفلو بتاعنا بحيث يبقى دروس خفيفة كده. فخلينا نراجع اللي احنا خدناه. فأول حلقة خدنا أنواع التريجرز وقررنا نستخدم مانيوال تريجر اللي هو ده. أوكي، ده مفهوش سيتنجز كتير خالص، مفهوش سيتنجز خالص. وفي هنا السيت نود أو edit fields نود. تمام، ده بنعمل مانيوال مابينج. في كذا نوع من ال variables، في string، number، boolean، array، object. string يعني text، فده اسم ال variable، دي ال value بتاعتها. ده اسم ال variable، ده ال value، وهكذا. تمام. في حاجات لازم ناخد بالنا منها لو حاجة محتاجة جافا سكريبت كده، فنستخدم expression مش fixed. تمام. fixed هيعتبرها كتكست، بس expression هيعتبرها جافا سكريبت كود. وده الاوبجكت اللي هو جيسون جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن. بيبقى بنفتح كده كيرلي براكت ونقفله ونحط key value pairs. تمام. جيسون مهم جدا عشان نتعلم الاوتوميشن. اوكي، هنا ممكن نعمل execute setup step، وده الريزلت بتاعها، ده الاوبجكت اللي طالع من النود دهيت. تمام. هنلاقي هنا في الفلو one item، يبقى طالع من ده one item. الحلقة اللي بعديها اتكلمنا على الاف نود. هنا الاف ستيتمنت بنحط هنا الفاريبل، ممكن نعملها dragging من هنا، dragging كده. وهنا عشان بوليان نستخدم بوليان is true. ممكن نعمل على مثلا age. بالنسبة للage هو number. في كذا حاجة exist doesn't exist is empty is equal to وهكذا. تمام. بس خلينا ما نغيرش حاجة في النود ديت. is true. اوكي، احنا ممكن نرن النود دي لوحدها، هنشوف هنا ان هي طلعت كده. تمام، طلعت في اللينك في الفلو اللي هو true. بالنسبة للنود اللي بعدها، فاحنا استخدمنا اكسل شيت. اكسل شيت بنكونكت على الجوجل كريدنشلز اللي احنا حطيناها، ونقول له append row. وهنا بنشوف الاسامي الفايلات ايه. اوكي، وهنا الشيت، وهنا الداتا. ناخد الداتا من هنا. ممكن نرن النود دي لوحدها. هنا بيقول لي ده الاوتبوت بتاع النود دهيت. وهنا هنلاقي ان احنا سجلنا رو جديد هنا. تمام. طبعا ما عملناش تشيك اذا كان موجود قبل كده ولا لا، بس احنا بنضيفه وخلاص. انا مش عايز اصعب الفلو اكتر من كده. خلينا نكمل بقى السكشن التاني. فدلوقتي احنا عايزين نخلي is active دهيت false. تمام، بحيث لما نعمل كده خلاص ده ما راحش true بقى، هيروح الفولس. الفولس هنعمل ايه؟ احنا عايزين الاول نفهم النود دهيت بتعمل اوتبوت ايه. فاحنا عندنا الداتا اهي،
تمام. فاحنا لازم نجيب الداتا الأول من الإكسل شيت. تمام. وبعدين نمسح عشان نعرف أنهي رو بالظبط، وبعدين نمسح. فاحنا get rows، هنا هنستخدم credentials بتاعتنا، وبعدين get rows اهي from list. نستخدم الفايل بتاعنا الشيت، عندنا شيت واحد بس. شيت. هنعمل بقى add filter. add filter هو يعني لو ما عملناش add filter هيجيب كل الداتا. تمام. فاحنا هنعمل add filter. اوكي. الكولوم بتاعنا اسمه شريف. نختار حاجة يونيك، يعني سواء ايميل بقى او نمبر او اي حاجة، بس احنا هنا خلينا ايميل. فين الايميل؟ شوف هنا الداتا، دايما نبص كده ادي الداتا هنا ايميل اهو. اوكي. فاحنا ايميل، وبعدين ايه، ممكن نعمل دراج الايميل هنا. تمام. بس فنعمل اكسكيوت كده، فجاب لنا ايه، تو ريكوردز دول. اوكي. فاحنا الطبيعي بيبقى 1 ريكورد، خلينا للسهولة نعملها 1 ريكورد، وبعدين نشوف هنعمل ايه في موضوع ال 2 ريكوردز دول. فلو عملنا ران تاني دلوقتي 1 ايتم، ال 1 ايتم هنا الاوتبوت اهو، هنلاقي رو نمبر. اوكي. فاحنا هنزود واحدة شيت كمان. اوكي. مش ديليت شيت بقى، هنعمل ديليت رو. اوكي. هنا الاكزامبل، وهنا الشيت. تمام. الروز بقى، فاحنا هناخد بدل فيكست قلنا هنستخدم اكسبريشن، وهناخد رو نمبر من هنا. تمام. وايه، هندلت رو واحد بس. اوكي. خلينا بقى نكسكيوت كده. سكسس. لو بصينا هنا هنلاقي ايه، الرو راح. خلينا نعيد تاني كده بقى. لو عملنا ده true execute، بصينا هنا موجود false. اختفى. تمام. في الحلقة الجاية بقى ان شاء الله هنشوف هنعمل اللوب هنا ازاي. في النهاية بحب أشكركم على المتابعة، ولو عندكم أي سؤال كلموني، ولو الديمو ده كان متقدم شوية ممكن أبتدي from scratch يعني.